القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. تواصل وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عملياتها القتالية بنجاح في المنطقة الجنوبية، وتعيد الأمن والاستقرار إلى بلدات الهبارية، خربة سلطانة، وحمريت في ريف دمشق الغربي، وتحكم سيطرتها على تل قرين وتلو الفاطمة بريف درعا الشمالي الغربي، بعد أن قضت على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة ودمرت أدوات إجرامهم. وما تزال العمليات مستمرة على محاور عدة في المنطقة في ظل حالة من الفوضى والانهيار الكبير في صفوف العصابات الإرهابية. إن هذه النجاحات التي يحققها بواسل قواتنا المسلحة تعد استمرارا للانتصارات التي تحققت مؤخرا في السيطرة على عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية الحاكمة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وتأتي أهميتها من كونها تضيق الخناق على الإرهابيين في باقي المناطق وتقطع خطوط إمدادهم وتشكل قاعدة انطلاق لتوسيع العمليات وإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة الباسلة ستواصل تنفيذ مهامها الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المنطقة الجنوبية وغيرها من المناطق، حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع الوطن وتخليصه من رجس الإرهاب. دمشق في 28 من شهر شباط لعام 2015. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.